بسم الله وعلى بركة الله. نبداو نهار اليوم. البنات كيما راكم تشوفوا راح نديرو مع بعضنا كبده نتاع الدجاج. راح تجي بطريقه بنينه وتجي هايله وكانها كبده تاع بقري ولا تاع خروف. مش طور راح تجي يابسه ولا راح تجي طريه يا البنات. والبنه نتاعها قلت لكم هايله وكانك تاكلي في الكبده تاع خروف. هنا بعد ما الكبده تاعي غسلتها مليح بالماء والخل والقارص والملح بيان سور. قسمتها بهذه الطريقه، هذه قسمتها شرائح يكونوا صغار شويه، مام صغار خلاص مام كبار يعني متوسطي الحجم. حطيتهم في ريسيبيون، ضفت عليهم كميه من الملح وكميه من الفلفل العكري الحار وثوم بودره اللي عندها الثوم. حبت دير ثوم العاديه دير ثوم، راح تزيد لها بنه. هنا ضفت كميه من الكمون والفلفل الكحل البنات الصغارات كيلو بالمغرف الصغيره. ضفت كميه من الكزبر ومغرف كبيره تاع فلفل عكري الحلو. ضفت كذلك كميه تاع الزيت اللي هي حوالي 3 مغارف ولا 4 على حسب الكميه اللي عندك تاع الكبده، وخلطهم مليح. ومن الاحسن ديما نقول لكم تخليهم يطولوا في هذا لي زيبيس هذو باش يعطيوكم بنه. سخنت المقله مليح يا البنات، خليوها على نار قويه وسخنوها مليح وحطوا فيها الكبده ونحركوها بالطريقه هذه بيان سور على نار تكون قويه باش طيب معنا الكبده مليح. راح نخلطها بالطريقه هذه ونغطي عليها ونضيف لها المكون اللي يخليها طريه وتجي بنينه. قلت لكم طريه تجي هايله البنات، هو الخل. عندي هنايا ضفت حوالي مغرف كبيره تاع خل ابيض وخلطت مليح. الطريقه هذه تاع الكبده راني درتها معكم شحال من خطره. بنتها واش نقول لكم. ضفت هنايا الكاس تاع الماء وخليتها على نار متوسطه طيب. راح تجي طريه وتجي الجود تاعها قلت لكم كيما تاع كبده الخروف. صدقوني الجود تاعها راح يجي هايل. قدمتها بالطريقه هذه مع البطاطا ولا كيما حبيتو ديروها. تقدروا ديروها حتى سندويش شاورما ولا تقدروا حتى ديروها كاسكروت في الخبز. بهذه الطريقه راح تجيكم هايله يا البنات. نتمنى تستفادوا من الفيديو تاع اليوم ونلتقي في فيديو مقبل باذن الله.